اهلا بيكم حبايبي في قناتي وقناتكم سنه اولى مطبخ. لو اول مره تشوفي القناه يا ريت تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نشوف وصفه النهارده هنعمل الكشري المصري. بس قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت ما ننساش نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده الكشري المصري معشوق الجماهير. هنشوف هنعمله ازاي. هنعمل الكشري المصري في كذا خطوه وان شاء الله هنحاول كده ما نكترش الخطوات عشان تبقى الوصفه سهله وبسيطه، وفعلا الطريقه بسيطه. عندنا عشان نعمل الكشري المصري لازم يكون فيه ورد اللي هو البصل المتقلي، وعندنا كمان حمص الشام، وعندنا العدس ابو جبة، وعندنا التوم ده عشان نعمل بيه صلصة الكشري، وكمان الدقة بتاعة الكشري. عندنا كمان مكرونة مقصوصة يفضل ان هي تكون النوع ده، وعندنا كمان مكرونة سباكيتي. انا حاولت ان انا يعني اختصر الخطوات الكتير بتاعة الكشري المصري، ما لقيتش اقصر من كده خطوات وافضل من كده طعم. نعمل بقى اول خطوة اللي هو البصل. طبعا انا عامله بصله في الشباسه، بس انا حبيت ان انا اسيب لكم البصله دي اقطعها معاكم. احنا بنقطعها من النص كده بالطول، ونجيب الشباسه و وبنقطعها كده شرايح. عادي انت ممكن تعمليها على ايدك، بس انا بصراحه بفضل الشباسه عشان يبقى سمك شرايح البصل واحده، فما فيش حاجه تتحمر قبل حاجه، يطلعوا كلهم لون واحد. كده انا خلصت البصل. هجيب بقى طبق فيه شويه من الدقيق وانزل فيه بالبصل عشان اغطي البصل كله بالدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا قبل ما بنزل البصل بفرفته عشان تبقى كل الشرايح منفردة عن بعضيها، يعني ميبقوش ماسكين في بعض كده. طبعا انا غطيته بالدقيق. هنزل ب3 معالق من الخل، لو مفيش خل ممكن تنزلي ب3 معالق من النشا. النشا مع الدقيق برضو بيقرمش البصل. طبعا انا كنت حاطه زيت على النار، هننزل فيه بالبصل اللي احنا غطيناه بالدقيق والخل. وعلى العين اللي قصادها حطيت الحمص يتسلق. طبعا توفيرا للوقت استغليت العين التالتة وجبت حلة صغيرة حطيت فيها معلقتين من الزيت اللي انا بحمر فيه البطاطس، سوري البصل. وهنزل فيه بمعلقتين التوم اللي انا فرماهم. هنا يا جماعة انا مش هعمل ولا دقة ولا صلصة، كل حاجة لوحديها. انا هعمل خطوتين في خطوة، يعني هعمل دقة وصلصة مع بعض. يبقى هنا معلش البصل لونه يعني بقى بني، احنا بنطلعه ذهبي بني فاتح شوية، يعني مش بنتك عليه قوي في اللون، هو بيبقى لونه بني كده. طبعا مقرمش وجميل جدا. بنطلعه على مناديل عشان يصفي الزيت. هنشيل بقى الزيت خالص من على البوتاجاز ونفوق بقى الايه للدقه. معانا الدقه هنا، التوم هنا اتحمر. اول ما هيتحمر هنزل عليه بالطماطم. طبعا انا قلت لكم احنا هنعمل خطوتين في خطوه، يعني هنعمل الدقه والصلصه في نفس الحله. التوم هنا اتحمر. هنزل بقى ب3 كرنيب من الطماطم، عصير الطماطم الفريش. ولو عندك صلصة ممكن تحطي معلقة من الصلصة. طبعا انا نقلت الحلة بتاعة الحمص تتسلق على العين الكهرباء، لان العين الكهرباء هي اكبر عين على البوتاجاز، فاختصارا للوقت نقلتها عليها. طبعا نزلت في الدقة كمان بنص معلقة من الكزبرة، طرف المعلقة كده من السكر، ونص معلقة من الملح. هقلبهم كويس واسيب الطماطم لحد ما تتسبك. اثناء ما الدقه بتتعمل على عين، الحمص هو كمان بيتسلق على عين. طبعا انا ممكن استغل العيون المتبقيه واجيب حله تالتة واحط فيها العدس، بس انا طبعا فضلت ان انا استنى الحمص لحد ما يتسلق عشان اعمل في نفس الحله. هنا الطماطم بقى بتاعه الدقه كانت اتسبكت، هنزل عليها بربع كوبايه من الميه، وهنزل عليها كمان بربع كوبايه من الخل. انا مستنيه الحمص يتسلق. يبقى انا كده عملت الورد وعملت الدقه وعملت الحمص. هنزل بقى كمان ربع كوبايه من الخل على الدقه. تمام معايا كده في الخطوات. انا كده عملت الورد والحمص والدقه. تعالوا نشوف الدقه. يبقى الدقه الطماطم لما اتسبكت نزلت عليه بربع كوبايه من الميه، ربع كوبايه من الخل، نص معلقه صغيره من البهارات المشكله، وربع معلقه من الكمون المطحون، وربع معلقه من الشطه. الشطه طبعا على حسب ذوقك، لو انت بتحبي الكشري مشطشط ممكن تزودي الشطه عن كده. هسيبها بقى لحد ما تغلي، وهنزل عليها بعصرة ليمونة كاملة. كده الدقة بقت تمام وزي الفل. وكمان الحمص اتسلق، وبنعرفه ازاي بنشيل واحدة كده على معلقة ونضغط عليها، لو انضغطت بكل سهولة يبقى هو كده ايه اتسلق. هشيله اصفيه وهشطفه
وفي نفس الحلة هحط العدسة والجبة عشان يتسلق على نفس العين وفي نفس الحلة. تمام، يبقى في نفس العين وفي نفس الحلة حطيت العدسة والجبة، وشلت الدقة حطيت مكانها حلة تانية ومليتها بالمية وسبتها تغلي عشان اسلق فيها المكرونة. طبعا العدس كان اتسلق بس معلش معرفتش اصوره. هنا بقى المكرونة نزلت في المية المغلية بالمكرونة، وهجيب المكرونة الاسباجيتي هقطعها 3 اجزاء كده قد بعض، واحط بقى الغطا موارب كده، واول ما هيغلي او شايله الغطا واسيبها بتاع 7 دقايق بالظبط، مش اكتر من كده، 7 دقايق بالظبط كانت المكرونه اتسلقت. بنقلبها كده عشان نفككها من بعضيها ونسيبها 7 دقايق كده، هي كانت اتسلقت. هاخدها بقى واصفيها كده. انا صفيت المكرونه وحطيت عليها معلقتين من الزيت وقلبتهم فيها عشان ما تلزقش وتعجن. طبعا قدامنا بقى كل مكونات وصفه الكشري. ده كانت المكرونه، ومعانا الورد، ومعانا الحمص المسلوق، ومعانا العدسه والجبه، ومعانا الدقه في الصلصه. نغرف بقى طبقنا الحلو كده. هنحط بقى معلقتين حلوين كده من المكرونه، ننزل عليهم بقى بشويه من الورد. والله العظيم الوصفه دي جميله وجباره تحفه. هتاكلي اطعم كشري مصري انت كلتيه في حياتك بخطوات بسيطه وسهله، من غير بقى مواعين كتير ومجهود وحاجات ملهاش لازمه يعني. اسهل طريقه ممكن تعملي بيها الكشري المصري وفي نفس الوقت اطعم طريقه. نزلنا بقى بالورد، بعدين هنجيب الحمص. جربوا الطريقه ديت ان شاء الله هتعجبك، بس يا ريت لما تعجبك تضغطي لي لايك للفيديو وتكتبي لي رايك في التعليقات. جربوا الطريقه، طريقه مش مكلفه خالص لا في الوقت ولا في المواعين، وفي نفس الوقت طعم ولا اروع. ده عدس بجبه. هنزل كمان بشويه من الصلصه. انا جربت طرق كتير قوي للكشري، بس بصراحه دي احسن طريقه انا عملت بيها الكشري، ما بتعبش فيها وفي نفس الوقت باخد منها افضل نتيجه، بوفر في الخطوات وبوفر في المواعين. ودي كانت وصفه النهارده، ان شاء الله هتعجبكم. يا ريت تكتبوا لي رايكم في التعليقات وتضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه علشان القناه تكبر بيكم وليكم، ونضغط زر الجرس علشان نضغط كلمه الكل علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اول باول. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.